تتوالى الضربات على رأس قادة جبهة البوليساريو، مفندة في العمق أطروحة الوهم والانفصال، آخرها جاءت اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 من عاصمة البوغازي طنجة، تمثلت في نداء رسم يدعو إلى طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات المنتدى الدولي ميدايز. النداء الذي وقعه 9 رؤساء حكومات ووزراء الخارجية أفارقة سابقون جاء بعد انعقاد مائدة مستديرة بعنوان الاتحاد الإفريقي في سياق قضية الصحراء المغربية. سجل باهتمام أن ثلثي الدول الإفريقية لا تعترف أبدا بالكيان الوهمي لجبهة البوليساريو، كما أن نصف بلدان القارة قد فتحت إلى حد الساعة قنصليات في العيون والداخلة. ودعا النداء إلى ضرورة تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والشعور السياسي المضاد غير القانوني وغير المشروع، الذي يتم من خلاله الإبقاء غير المبرر داخل المنظمة القارية على الكيان الوهمي بكل ما يعنيه ذلك من أثر سلبي على وحدة القارة.